السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالبكاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ولم يتمالك وهبي نفسه حيث ذرف الدموع بسبب الإساءة التي تعرض له أبناؤه في أعقاب الضجة التي أثارتها نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة. وتحت تأثير الضغط النفسي الذي قال وهبي أن أبناءه تعرضوا له من خلال المس بحياتهم الخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض الكتابات التي استهدفت الطعن في عائلته وأسرته، انفجر وزير العدل باكيا أمام تأثر النواب. وتساءل وهبي أمام أعضاء لجنة العدل ماذا لو أقدم ابنه على الانتحار بسبب الحملة التي شنت ضده. كما ستناقش كيفية تدبير المباريات والتواصل بشأنها، إضافة إلى التفاعل الحكومي مع ردود الفعل الواسعة إزاء الامتحان المذكور ونتائجه، إضافة لاستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة ودعمها وتأطيره.